من نوادر جحا. مرة راجل قابل جحا في مناسبة، لقاه قاعد بياكل تمر كتير قوي وبيشرب قهوة كتير جدا جدا. راح سأله وقال له: مالك يا جحا، بتاكل تمر كتير كده ليه وبتشرب قهوة كتير كده ليه؟ راح جحا بصله كده وقال له: تعرف ان ابويا عاش 100 سنة؟ فالراجل استغرب وراح قال له: ايه ده بجد؟ والسبب انه كان بيشرب قهوة زيك كده وبياكل تمر؟ رد عليه جحا وقال له: لا، اصله ما كانش بيتدخل في اللي ملوش فيه. خلقه ضيق قوي جحا. بيقول لك مرة جحا طلع من المسجد ما لقاش الجزمة بتاعته، اتجنن واتعصب ووقف فوق صخرة وقعد يصرخ ويقول: مين اللي خد الجزمة بتاعتي؟ هاتولي الجزمة بتاعتي وإلا أقسم بالله هعمل زي ما أبويا كان بيعمل. الناس بصوا لبعض كده واستغربوا جحا ماله متعصب كده ليه، وجحا زي ما هو غضبان وشغال زعيق: فين الجزمة بتاعتي؟ بقول لكم طلعوها، اتصرفوا هاتولي الجزمة، أقسم بالله تاني مرة هعمل زي ما ابويا كان بيعمل. الناس هنا اتجننت جدا واتجمعوا كلهم حواليه، في منهم اللي حاول يهديه وفي منهم اللي قعد يسأله: باباك كان بيعمل ايه؟ قول لنا. وجحا مش سامع لحد. الناس خافت جدا من رد فعل جحا وكمان قلقوا من المجهول، يا ترى ابوه ده كان بيعمل ايه؟ راحوا لموا من بعض فلوس وجابوا له جزمه جديده وراحوا ادوا له الجزمه، قالوا له: اهدى يا جحا، احنا جبنا لك جزمه مكان الجزمه اللي اتسرق. ضحك جحا كده وانبسط وهدي، فسالوه بقى السؤال اللي هيجننهم: ابوك كان بيعمل ايه لما جزمته بتسرق؟ تفتكروا ابو جحا كان بيعمل ايه؟ رد عليهم وقال لهم: كان بيرجع البيت حافي. لو انت مكان الناس اللي لموا عشان يجيبوا لجحا جزمته كنت عملت ايه؟ بيقول لك مرة جحا كان قاعد في الغرفة العليا في البيت بتاعه، ففي حد خبط على باب بيته من تحت، فجحا بص من الشباك لقى راجل واقف مستنيه، فسأله جحا: عايز ايه؟ فالراجل بص له وقال له: انزل لي انزل لي بس اقول لك حاجة. فجحا استغرب ونزل له. قال له: عايز ايه؟ قال له: انا راجل فقير ومحتاج، ارجوك اديني حسنة. جحا اتغاظ من الراجل جدا بس كتم غيظه وقال له: تعالى ورايا. طلع بيه السلالم كلها لاخر غرفه في المنزل، ولما وصلوا فوق راح قال له: ايه؟ ربنا يديك. الراجل اتضايق جدا وقال له: امال مطلعني ليه يا عم وراك كل ده؟ جحا بص له وقال له: وانت كنت نزلتني ليه يعني كل ده؟ مش سهل جحا برضه. اسمع بقى الحكايه دي لذيذه قوي. اقول لك مره مرات جحا طلبت منه يجيب لها حله كبيره قوي اكبر من كل الحلل اللي عندهم، فجحا شال الهم كده ومعرفش يعمل ايه، بس فكر في فكرة. خبط على جارهم وقال له: ممكن استلف منك حلة كبيرة جدا؟ جارهم قال له: طبعا يا جحا، واداله حلة من عنده. وبعد اسبوع جحا راح يرجع الحلة لجاره، بس جاب معاها حلة صغيرة من بيتهم، واداله الحلتين، الكبيرة بتاعت جاره والصغيرة من عنده. فالجار استعجب وقال له: ايه الحلة الصغيرة دي؟ انا اديتك حلة واحدة. فجحا قال له: لا انبسط، الف مبروك، حلتك الكبيرة ولدت حلة صغيرة. الراجل الجار استعجب جدا بس قال له شكرا وخد الحلتين ودخل. بعد اسبوع كمان راح جحا خبط على جاره وقال له: معلش ممكن استلف الحلة الكبيرة قوي اللي عندك مرة كمان؟ رد عليه جاره وقال له: طبعا طبعا، الجيران لبعضها، واداله الحلة الكبيرة. استنى اسبوع كمان جحا وراح رجع لجاره وهو بيعيط وزعلان ومتضايق وبيقول له: مش عارف اقول لك ايه، الحلة بتاعتك اتوفت، ربنا خدها وماتت، مش عارف اقول لك ايه. جاره بص له كده وقال له: الحلة ماتت ازاي يعني؟ هي الحلل بتموت؟ راح جحا رد عليه وقال له: ما انت صدقت ان الحلة ولدت وخدت الحلة الصغيرة ومش مصدق دلوقتي ان الحلة الكبيرة ماتت؟ الجار بص لجحا كده والحقيقة معرفش يرد عليه وسكت ودخل بيته وقفل الباب. رجع جحا البيت وهو مبسوط قوي وهمس لمراته بصوت واطي علشان جاره ما يسمعوش وقال لها: مبروك علينا الحلة الكبيرة. اشوفكم على خير، باي باي.